السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده بعد امتحان الثانوية العامة، بعد صعوبة امتحان اللغة العربية. اول حاجة، لو انت انسان من طالع كويس، حال كويس، فالحمد لله على جنب، انت روح نام وعلى المادة التانية بعدها على طول. بالنسبة للأغلب اللي طالع بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية، أنا جاية أوجه لك كام حاجة. أول حاجة، إن الامتحان مش صعب عليك لوحدك، لا، ده الامتحان صعب على مستوى الجمهورية كلها. كله طالع بيشتكي من صعوبة امتحان العربي، يبقى خليك عارف كده. دي أول حاجة. تمام. انت وصاحبك اللي طالعين بعد اللجنة تراجعوا، هو حل الحل وانت حل حل تاني. على اساس ايه؟ على اساس ايه احبطت وانا حالل غلط ومش هكمل مش هلحق؟ على اساس ايه؟ ده المدرسين بقوا بيختلفوا دلوقتي في الحل. انت طالع انت وصاحبك احمد زويل ونجيب محفوظ، على اساس ايه يا حبيبي انت طالعين بتراجعوا؟ على البتادل. اول حاجة كده ما تراجعش مع صاحبك، يبقى انت ما تراجعش مع صاحبك وتبقى عارف اللي انت حله مش كويس او مش عليك لوحدك، ده على مستوى جمهورية كاملة. طيب، تاني حاجة، لو انت عايز تقعد في زون اللي انت مش حال كويس واللي انت غلط بسبب اول امتحان في الثانوية، فبراحتك، ده كده متوقع. يعني دي حاجة متوقعة جدا، مش متوقع منك ان انت تجيب 100%. اتلغت اصلا 99%، اتلغت 98%، اتلغت. فانت طبيعي اللي انت تطلع عندك غلطات. الاول على الجمهورية هيبقى طالع عنده غلطات. تمام. يبقى انت اول حاجة حالك حال جمهورية كاملة. تمام. تاني حاجة، ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بصاحبك، ما تقارنش نفسك بحد خالص. خليك في نفسك. والله غلط، توكل على ربنا يا رب، انا عملت اللي عليا وده تعب 12 شهر، وانت كده نتيجتك مكتوبه لك، نصيبك مكتوب لك. تمام. تالت حاجه، هتخش تنام، تصحى، تتغدى، تنسى حاجه اسمها العربي. ايه عربي ده؟ ايه عربي؟ انا معرفش. تعرف عربي؟ انا معرفش عربي. ايه عربي ده؟ معرفوش. تخش في المادة التانية على طول، اللغة الأجنبية التانية بقى، سواء فرنساوي سواء ألماني، شوف أنت بتختار إيه. المادة التانية على طول. تمام. يبقى أنت عندك هتخش على المادة التانية، تفرم مذاكرة وحل وكأن شيئا لم يحدث، وكأنها أول مادة في الثانوية العامة مرة تانية. أمال هتحط نفسك وتوقعاتك على العربي خلاص أنا نقصت؟ فيؤسفني أقولك اللي أنت ضيعت كل حاجة. لا هتطول عربي ولا هتطول انجليزي ولا هتطول حاجه خالص. طيب، هتقول اللي انت والله ما كده الامتحان جاي من المريخ، لازمتها ايه اللي انا اذاكر؟ براحتك برضه. تمام. لان انت عندك في الاخر هيجاب الاول على الجمهوريه، تاني على الجمهوريه. ناس كتير هتجيب طب، ناس كتير هتجيب هندسه، ناس كتير هتجيب مجاميع عاليه، واللي هيقعد في دور الضحيه هو حر. كل اللي انا بقول لك عليه دلوقتي، خلاص نرمي العربي، ما تراجعش. عندك غلطه غلطتين 10 غلطات مش بتاعتك، عشان انت عملت اللي عليك. مش احنا دايما بنقول كده، احنا بنسعى وربنا عليه الايه؟ الكمال، ربنا عليه النتيجه، احنا ملناش دعوه. فانت خلاص عملت اللي عليك، الماده اللي بعدها تعمل اللي عليك. تمام. وسيب النتيجه دي بتاعت ربنا، سيب اللي انت حاله ده لربنا. كل مره كده استودع ربنا الورقه بعد ما تخلص، اللهم إني استودعتك حلي فاجعله صحيحا. وده اللي انت عايزه كده في اخر الوقت في الورقه وانت رايح تسلم، واذكارك كده، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، على طول وسلم الورقه واطلع. بمجرد ما اديت للمراقب الورقه، انسى كل حاجه. لا تعرف اصحابك حتى اهلك عاملين ايه، والله الحمد لله كويس حليت، ما اعرفش بقى انا حال صح ولا غلط. فالحمد لله. خلاص، المادة اللي بعدها تروح تراجع مع المدرس بتاعك، تراجع مع نفسك، تنام، تتغدى، بس على المادة اللي بعدها على طول. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكونوا طالعين من